خالي من الكوليسترول. هل الكلمة دي حلوة؟ هل الكوليسترول دايما وحش؟ والكوليسترول اللي جاي في الأكل هو اللي هيأثر عندي على الكوليسترول اللي في الدم؟ كلنا نسمع عن إن حاجة اسمها كوليسترول ضار وكوليسترول نافع أو الجود والباد كوليسترول، وإن لما بيزيد عندي الكوليسترول الضار هو اللي بيسبب عندي مع الوقت تصلب الشرايين والالتهابات اللي بتحصل جواها، وبيزود فرص الإصابة عندنا بالسكتات القلبية ومشاكل قصور الشرايين التاجية. ولكن هل كوليسترول الأكل هو السبب؟ لا. الكوليسترول جسمنا بيحتاجه بشكل أساسي. الكبد بتاعنا بيصنع حوالي 80% من احتياجنا من الكوليسترول، و20% بس هو اللي بيجي لي بس من الأكل، فمستحيل يكون اللي جاي لي من الأكل هو السبب في كده. خلينا نقول لحضراتكم إن بقالنا 10 سنين عندنا توصيات كبيرة جدا طالعة من أكبر جهات في العالم بإن خلاص الكوليسترول اللي جاي في الأكل ليس له أي تأثير على الكوليسترول اللي موجود في الدم، وعادة ارتفاع الكوليسترول في الدم مرتبط بمشاكل جينية ومشاكل لها علاقة بقدرة الكبد على استرجاع الكوليسترول الضار من الدم. طب هل الكوليسترول مفيد؟ أنا جسمي محتاجه؟ طبعا. من غير كوليسترول مستحيل تصنع الهرمونات الجنسية، لا التستوستيرون عند الرجالة ولا الاستروجين بروجستيرون عند الستات. من غير كوليسترول مش هقدر أصنع عندي هرمون الكورتيزول اللي بيخليني أتحمل اليوم كله. من غير الكوليسترول ما اقدرش أصنع هرمون الألدوستيرون وده اللي بيساعدني في الحفاظ على المية جوه جسمي. من غير الكوليسترول ما اقدرش أصنع فيتامين دي، وعادي في الشمس بيحول الكوليسترول اللي موجود عندي أو الكوليسترول اللي موجود عندي تحت الجلد إلى فيتامين دي. وبعدين بقى غير دور الكوليسترول في تكوين الخلايا بتاعتنا، فالكوليسترول ضروري، كوليسترول مهم. اللي جاي لي من الأكل مش هو السبب، ولكن مع مراعاة إن عادة المصادر بتاعت الكوليسترول اللي جاي في الأكل بيجي معاها دهون مشبعة كتير زي اللحمة الحمراء مثلا، وبالتالي احنا محتاجين نكنترول الكميات اللي بناكلها. عايز أفكرك بحاجة في الآخر، إن أكتر حاجة فيها كوليسترول هو صفار البيض، ومش معنى ان البيض هو اكتر حاجه موجود فيها كوليسترول ان هو وحش. بالعكس، ده صفار البيض ده جواه كمان البيوتين، وده ليه كلام تاني لوحده، وده بتاع الشعر والضوافر وغيره كتير. غير كمان ان بياض البيض بيديني اعلى كواليتي بروتين موجود على وجه الارض. عموما لو انت شخص سليم ما عندكش اي حاجه، ممكن تاخد حوالي 3 بيضات يوميا، ده المتوسط بتاعك. ولو عندنا اي عرضه لارتفاع مستوى الكوليسترول او انا عندي الكوليسترول عالي، طبعا العرضه ده مرتبط بتاريخ مرضي بالذات من الدرجه الاولى، ساعتها بيبقى استهلاكنا ما يزيدش عن بيضه ل2 بس في اليوم. وافتكر دايما ان صحتك اهم.